الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، قالت يا رسول الله نسجتها بيدي أكسوكها. قال فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، قال فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني هي لباسه الذي خرج به أمام أصحابه وجلس بينهم. قال فجسها رجل من القوم، والمعنى أنه مسها بيده، وفي رواية قال فحسنها فلان، يعني قال يا رسول الله ما أحسنها، جميلة هذه البردة التي عليك. قال ما أحسنها، أكسنيها، يعني أعطينيها كسوة لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع، يعني دخل حجرته فطواها ثم أرسل بها إليه. والله يا قوم أظن ما يفعل فينا أحد هذا، أن يكون ثوبك الذي تلبس وليس لك غيره، فيأتيه رجل من الصحابة يقول يا رسول الله ما أحسنها أكسنيها، فيقول نعم، فيجلس بينهم قليلا ثم يدخل حجرته فيخلعها ويطويها ثم يرسلها إليه. قال الصحابة وهم جلوس ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. قال الرجل إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا وآله.